السلام عليكم. هاد الايام هادي تنسميوها المنزله الفلاحيه اللي كتسمى منزله سعد الخوبيه. هاد منزله سعد الخوبيه هاد الاخوان الفلاحه تعرفوا بان تتبدا من 12 فبراير حتى ل 24 فبراير. وهاد المنزله ديال سعد الخوبيه يعني كتبدا تسخن فيها شويه درجه الحراره، وكيبداو يخرج داكشي ديال الحشرات، وكتخرج ديك الازهار الاولى ديال الربيع، وكيخرجوا القوارض كاع تيخرجوا في هذا الوقت هذا. والاخوان الفلاحه عندهم اقوال معثوره على هاد المنزلات هادو كاملين. دابا فما توصل شي منزله غادي نفكركم فيها. انما هاد المنزله ديال سعد الخوبيه تيقولوا في سعد الخوبيه تخرج كل من هي مخبيه، وتفرح كل من هي مربيه، ويسخن الماء في الونيه. هذه هي المنزله اللي حنا فيها دابا، باديه من 12 حتى 24 في هذا الشهر. على ايدي دخلوا في الموضوع ديالنا. انا ملاحظ واحد القضيه، فين ما كنمشي كندخل لشي حانوت تنكون عانه بوحدي، حتى يجيو الناس بزاف مورايا. كنلاحظها لاحظتها بزاف، وعرفت راسي بانني نشري في النيت ما فيهاش اللعب. واحد المره جربتها هاد القضيه ديال شري، وجربتها ماشي ما جربتهاش. جا عندي واحد السيد كان بواه مريض، وجا عندي وهو يمكن لي واحد 4000 ريال، دار ليا في يدي، وقال لي انا مزاوق في كلام الدعاء مع الوالد، راه على فراش الموت. وانا نهز واحد شويه ديال التراب وغلغلت مع 4000، غلغلت مزيان. هزيت داك التراب، بقيت تنقرا عليه وقلت ليه هاك شد التراب هذا، شدو في يدو. قلت ليه ملي توصل للدار لوحو على الوالد بحال ما، والسوق الجاي ان شاء الله نتلاقاو وقول لي شنو وقع. بالفعل مشى داك السيد، دا داك التراب لاحو على الوالد. السوق الاخر تلاقيت انا وياه، قلت له الوالد، قال لي الله يرحمه. قال لك واحد سيدي طلع ليه الدم من الروتين، هو يقول لمرتو، قال لها وفلانه اش دار لك نمشيو نسافر واحد السيمانه انا وياك ونجي. قالت لي هي فكره زوينه هذه. قال لي عرفتي اش غديري؟ الدراري بقات ليهم يومين وشدوا العطله، انا غادي نمشي نسبقك للوطيل فين دوزنا العرس انا وياك، فين تزوجنا. غادي نسبقك تماك ونحجز ونوجد لك في هاد اليومين هادي عاد باش قالت لي واخا صافي نيه هانيه. انا نيت غادي غير يكملوا الدراري المدرسه، غادي نديهم نخليهم عند ماما، ويومين انا عندك. هو ملي وصل تماك اللوطيل جاي يقلب على التليفون ديالو ما لقاش، بغا يصيفط لمرتو ميساج ما لقاش التليفون ديالو. دبر في التليفون هو يكتب الميساج ورسلو النمره غلط. هذيك المراه اللي مشى ليها الميساج مراه يلاه راجلها ميت بيومين، يلاه دفنوه. وصل ليها الميساج، بدات تقرا فيه وهي تغوت وهي تطيح، سخفت طاحت. جابوها كيفيق فيها، مالك بنتي ما مالك بنتي، فيقها كب عليها الماء فاقت. قالت لي راه واحد الميساج، هز الميساج بدا كيقرا فيه اش مكتوب فيه الميساج. مرتي العزيزه راني وصلت بخير وعلى خير، وعارفك غاديه تقولي بان كيفاش رسل ليا الميساج وهو مخلي التليفون في الدار. عرفتي ولا عندهم الويفي وعندهم كليمه وعندهم ميكرو بورطابل وثلاجه صغيره وفيها الديسير. ملي وصلت هنا وجدوا ليا كل شيء. قال لي ما بقاش بزاف مرتي العزيزه، ها يومين وها انت تابعاني. تهلا يا مرتي العزيزه وما تجيبيش معاك الحوايج بزاف، ما تكتريش الحوايج، راه الصاد هنا جهنم. قالك سيدي واحد دخل الجامع وهز حجره في يدو قداش، دخل الجامع لقاهم كلهم ساجدين، او قال لهم والله يا بو اللي هز راسو تنشرشمو، وبقاو كلهم ساجدين نص ساعه. واحد الواحد من هذوك اللي ساجدين دوا مع الفقيه، قال لي الفقيه سبحان الله سبحان الله. الفقيه قال لي سبحان الله التانيت. قال لكم سيدي واحد مشى عند الحلاق بغا يحسن راسو، الحق دخل السلام عليكم السلام. قال لي شحال قدامي؟ قال لي قدامك 6 ديال الناس. قال لي واخا انا نضرب واحد الدويره وغادي نرجع لعندك. مشى ضرب دويره ما رجعش، داز واحد اليومين رجع السلام عليكم السلام، شحال باقي من واحد قدامي؟ قال لي كاين قدامك 8. قال لي انا واخا انا غنضرب دويره ونعاود نرجع. مشى ثاني ضرب دويره ما عاودش رجع نهائيا. دارت واحد اليومين ولا 3 ايام وهو يرجع ثاني عند الحلاق. السلام عليكم السلام. قال لي شحال من واحد كاين قدامي الله يخليك؟ قال لي 12 واحد قدامك.
هو يقول لي صافي صافي انا غادي نمشي نضرب دويره وعاود نعاود نرجع. هذاك الحلاق هو يقول له، هذاك الخدام ديالو قال له عرفتي اش غدير، تبع لي هذا خويا شوفوا فين كيمشي، كل مره يقول لك انا هنا وغادي يرجع. هو يتبعو هذاك الخدام، تبعوه تا لحق البلاصه الدار اللي دخل ليها، وهو يرجع عند قال لي شتي فين تيمشي، قال لي شتو، قال لي فين تيمشي، قال لي تيمشي لدار كنعامس. قال لك واحد ثلاثه العيالات اتفقوا باش يصليو ثلاثه جماعه لاول مره. يلا قاموا الصلاه وهو يدخل واحد الفروج. الاولى قالت لي اش الله يطيرك، الثانيه قالت لي راه ما مزيانش يدوي في الصلاه، الثالثه قالت لي ما انا بعدا كاع ما دويت. كما تنعرفوا في العروض ديالها بدا تتوقع حوادث، مثلا بهايم شي بهيمه كتقيسها قزطيره كتجرحها ولا كتشرقها كيذبحوها كيحلوها، بهيمه طاحت وخافوها تموت تيذبحوها يحلوها. المهم كيفركتوا بداكشي بيناتهم يوزعوا بيناتهم في الدوار، كلها كيدي 2 كيلو ولا كيلو ولا هذا، او كيديوها للجزار في الفيلاج قريب في العربيه، قريب لهم فيلاج، الدوار قريب للفيلاج، كيديوها لي ديريكت فوق الكارو ولا في الطوموبيل ولا هذا، كيديوها كيبيعوها للجزاره. واحد النهار واحد الراجل هو يركل واحد البغل، ضربو لاحو سيصداو، مبقاش تيعقل، هزوه وكان الشتا كتصب، هزوه بغاو يديوه للسبيطار المستوصف في الباديه تما في الفيلاج. داروا فوق الكارو غطاوه بواحد الميكا، تقلوه بالجناب بشي حجر وتمو غاديين والشتا كتصب. واحد الراجل جزار ساكن في هذيك الطريق باني على جنب الطريق ديال اللي كيدوزو منها الناس، هو يشوف الكارو وشاف هذاك الشيء مغطي وقال لهم واو فلان، قال لي نعم، قال لي انا مزاوقك باش ما قطعوه لك خليه ليا. تيسحبها بهيمه، هذه وحده طاحت كوما ما تتعقلش، وهي كوما جا عندها عزرائيل استغفر الله، قال لها انت غتعيشي مازال ان شاء الله واحد 50 عام وشي 8 اشهر هكاك. والغد ليه فاقت وبقات تفكر ديك الهضره اللي قال لها عزرين، قال لها ردا المهم راك غتعيشي قدا وقدا، وهادي بقات تفكر فيها، قالت علاش انا ما نمشيش ندير شي عمليه ديال التجميل ونولي زينه ونغتنم حتى هاد الفرصه ديال هاد الوقت اللي باقي ليا. وهي تمشي سيدي دارت العمليه، نجحات ليها العمليه، خارجه هكا كدير باغا تقطع الشانطي ويضربها واحد الطوبيس وهي تموت. تلاقات مع عزرين، قالت لي يا سيدنا عزرين اش قلتي لي غنعيش 50 عام قال لي واش هادي عدتي، ورا كاع ما عرفتك راه بدلت وجهدت عمليه. قال لك واحد ولدت لي المعزه 2 ديال الجديان صغار، ورباهم عنده في المحل داخل ديما معاه في البيت كيلعب معاهم هذا، المهم مربيهم عنده ولفوه. راه هي منين كيبداو يصيحوا تيعرفهم راهم جاعوا، كينوض كيديهم لامهم ترضعهم، وملي كيرضعوا كيرجعوا الروس من البيت. هذاك النهار كان هو شويه عيان وبداو كيتصايحوا وبغا ينعس ويعيط على بنته، قال لي فلانه نعم تعالي جات، قال لي دي هاد الجديان عند امهم ترضعهم، قالهم تيرضعوا يجيب. هزت هي الجديان كل واحد هزها بشي، غاديه كدور تقلب على امهم على المعزه، تقلب على المعزه ما لقاتهاش، لقات غير العتروس، حطتهم حدا العتروس وهي ترجع عند باها. هو يقول لي واش ديتي مع امهم يرضعوا، قالت لي رانا ديتهم ودرت عييت، راه ما بانش ليا امهم، راه لقيت عباهم حطيتهم ليه وجيت.